السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا بأتم صحة وأحسن حال. اذكروا الله، لا إله إلا الله، وصلوا على حبيبنا وشفيعنا في الكومنتات عليها أفضل الصلاة والسلام. بحبكم في الله. بشكر كل متابعيني اللي معايا في القناة من داخل مصر ومن خارج مصر. ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتنا، أمين يا رب العالمين. جمعة طيبة عليكم يا حبايبي وعلى أولادكم يا رب. تعالوا النهاردة كده شاركونا الروتين الحلو. النهاردة كده روتين حماسي كده في بيتنا المتواضع. طبعا دي اوضه النوم يا حبايبي بتاعت العيال. انتوا سالتوني كذا مره فين اوضه النوم بتاعت العيال، اكتر من كومنت جاني قبل كده. يا ام محمد، اوضه النوم اللي كنت جايباها لها انت بيحتيها ولا ايه؟ طبعا انا كنت مجلعاها، يعني كانت مجلوعه ومركونه. لان طبعا كنت حطاها في اوضه الجلوس اللي هي كانت بره اللي احنا بنقعد فيها دي، فانا جلحتها. قلت لحد ايه ما ربنا ان شاء الله يكرمني واعمل الاوضه اللي هي ايه اللي انتوا كنتوا عارفينها، اللي انا كنت بربي فيها المواشي. وكنت بحط فيها الطيور قبل ما اعمل السطح فوق يعني وكده. الحمد لله، يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم انتم. الفترة اللي فاتت دي يعني الفترة اللي انا قعدت فيها كام شهر كده ما كنتش بشتغل على القناة. كان ساعتها طبعا عملتها على مرتين، مرة جبت لها البلاطات دول ومرة محرتها. عملتها في شهر الحيطان، وفي شهر طبعا تاني ربنا فرشها عليا، رحت عملت ايه، جبت لها كام متر بلاط كده وعملتها للعيال. كان بصراحة كل قرش بيجيني كنت بقول اولى بيه طبعا شهد واجيب لها بيه رفايع. آه عشان اقدر طبعا ايه اجيب لها الجهاز بتاعها. فقلت لها طبعا اريح ولادي طبعا في نومتهم وانضف لهم الاوضه واركبها لهم. فالحمد لله ساعتها يعني ربنا كرمني وعملتها على مرتين يعني بصراحه. جبت لها شويه بلاط وعملت الحيطان بتاعتها، والحمد لله شايفين الاوضه بشكلها جميل ازاي. كانت الحيطان على الطوب طبعا زي ما كنت عارفينها، كانت على الطوب وكده. قلت اعمل لكم روتين فيها حلو النهارده. والاوضه طبعا برضو جبنا الراجل ركبها لنا. عدمت والله من الركنه بصراحه، يعني كانت مركونه فعدمت تراب. وفرحت ولادي في الفترة اللي فاتت دي يعني، وعملت لهم الأوضة دي. بس أنا طبعا في فرحة ولادي كانت طبعا فرحتي أنا كانت مكسورة يعني بصراحة. كسروا فرحتي ساعتها، كان بسبب يعني إيه سرقة الذهب وكده. فكسروا فرحتي، ما خلوش فرحتي بأي حاجة ولا بنظافة الأوضة ولا. يلا الحمد لله على كل حال، كل يجيب ربنا لينا خير. الحمد لله. ربنا يعلم والله يا حبايبي إن كل قرش ربنا عطاه لي من القناة وكل جنيه جاني ما كنت دايما بستخسره في نفسي واقول بيتي وولادي اهم مني. والله العظيم. وياما مسكت فلوس كده، عمري ما فكرت في حياتي ان انا ممكن البس حته ذهب ولا اقول اجي نفسي. كان دايما كنت اقول والله العظيم زي اي ست كده، كنت اقول دايما نفسي البس حلق ذهب. والله العظيم كنت دايما ربنا يرزقني واروح اقول بيتي واولى بي، اشوف اللي عايزينه ولاد اعمله لهم. بس اهو يلا الحمد لله على كل حال. كسروا فرحتي الفترة اللي فاتت وانا راضية بكل حاجة ربنا يديهالي. ما خلونيش فرحت بعميل الأوضة دي يعني ساعتها. بس الحمد لله، يعني مش هقول لكم انا تعرفوش والله العظيم يعني. انا مهما كنت انتجمت ما كنت هنتجم زي ما ربنا انتجم لي كده بصراحة يعني. ربنا خلص لي، خلص حجي وخلص كسرة فرحة بنتي. بس ودروس بنتعلمها من الدنيا زي ما بيقولوا يا حبايبي، صح؟ دروس بنتعلمها كده. الحمد لله على كل حال. ايه رايكم عملت لكم بقى روتين فيها حلو كده؟ انا مسرعه الفيديو اهو عشان ايه ما تملوش من الفيديو. وروقت لهم معلش المفارش طبعا ملايات القديمه اللي عندنا، ان شاء الله بعد كده هجيب لهم ايه تتيسر كده واجيب لهم طقمين مفارش حلو كده للسرير. بس ما تعرفوش والله ولادي فرحانين كده ان روقت لهم الاوضه وظبطتها لهم وبيرتاحوا وبيناموا فيها. ايه رايكم؟ خليتها زي الفله فله اهي. يلا بقى قولوا لي بقى تسلم ايدك يا محمد، تسلموا وتعيشوا. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب ويسعدكم والله. الفضل ربنا ثم ليكم. والله العظيم بجد يعني ربنا يخليكم لينا يا رب ويرزقنا يعني هقول لكم يرزقنا باكتر من امثالكم كده، يعني ناس زيكم كده والله. ربنا يسعد قلوبكم يا رب ويجعل الفرح والسعد قدامكم كده وتحت رجليكم، امين يا رب العالمين. وخلي لكم اولادكم كده وتشوفوهم احسن الناس يا رب، وكفينا وكفيكم شر المرض يا رب. بصوا الدولاب روقته كده. دول طبعا الشنط بتاعت العيل. شهد طبعا سالتوني اتجوز ده لسه؟ لا ما اتجوزتش يا حبايبي، اكتر من كومنت جاني. لسه بجهزها، لسه طبعا بجهزها. ربنا يقدرني واكمل جهاز بنت على خير. بس بص روقت لهم الدولاب كده ورصت لهم الشنط بتاعت الشنط دي بتاعت مكة ورانا وشهد.
وشنطة الصيف دي كبيرة، قلت اخليها له، كانت جاية في الهدية قبل كده، قلت اخليها له ايه وبيروح بقى المدرسة في الاعدادية ان شاء الله. اهو يا حبيبي رتبت الدولاب كده ببساطة، يعني كل حاجة ببركة ربنا. عارفة أنا مش بقول لكم تعلموا مني حاجة، آه، انتم أحسن مني كتير، ربنا يديكم الصحة والعافية يا رب. بس وبعد ما خلصت كده وروقت لهم الدنيا خليتها زي الفل، قلت بقى ايه أعمل كده عشاء للولاد. ما تعرفوش والله ولادي فرحوا ازاي لما روقت لهم الاوضه وظبطتها لهم. كانوا كل حاجه بيقولوا انت كل ما ربنا يرزق تجيبي الشهد يا ماما، تجيبي لها حاجات وتشيلها لها. ورحت ساعتها عملتها وظبطتها وقلت ان شاء الله، بس ما كانش ليا نفسي ان انا ده، ما صورتش اي شغل فيها لان كنت تعبانه الفتره اللي كنت بعملها، كنت تعبانه وكنت مهمومه وكانت بس قلت ايه خليت ساعتها ايه جوزي جاب صنايع وعملها والحمد لله. وان شاء الله طول ما ماشيه مع ربنا عمري ما هنضم ابدا باذن الله، وربنا بيوقف معايا في كل حاجه. وان شاء الله ربنا كبير، واللي يقول يا رب ما ينضم ابدا. خلوا توكلكم دايما على الله، وربنا يا رب يجعل ايامنا وايامكم خير يا رب. في الايام المفترجه دي احنا في ايام كلها خير، وربنا بيتقبل الدعوات ويتقبل فيها كل شيء. بشكركم على كل الكومنتات الحلوة اللي دايما بتكتبوها لي وبتفرحوني وبتجبروا بخاطري بيها. ربنا يسعد قلوبكم يا رب جميعا وكده، ويخليكم لينا دايما يا رب. دايما بتجبروا بخاطري والله، وانتم اللي بتخلوني اشتغل على القناة واعمل والله فيديوهات والله. ربنا يديمكم نعمة في حياتنا يا رب يا رب. بشكركم من قلبي والله. طبعا كان عندنا القرنبيط يا حبيبي اللي كنت جايبيها كده، رحت قلت اجليها واعملها. طبعا ولادي مش بيحبوا القرنبيط بصراحه يعني، والله مش بيحبوا. ضانين لو كلب بص راحوا قالوا هات نجيب علبه جبنه ونقلي بطاطس، واحنا كلنا القرنبيط برضو بجيبها كده عشان خاطر ايه انا وابو محمد. لكن ولادي برضو القرنبيط ملهمش في الاكل القرنبيط قوي يعني بصراحه. اتمنى فيديو النهارده يعجبكم يا حبايبي، ما تنسونيش تدعوا لي دعواتكم الطيبه اللي دايما بتدعوها لي، ولكم بالمثل طبعا. ربنا يسعد قلوبكم جميعا يا رب، ويجعل الفرح والسعد قدامكم وتحت رجليكم يا رب، امين يا رب العالمين. ما تنضموا ابدا ولا تقعوا في ضيقه ولا تقعوا في اي حاجه وحشه يا رب. يلا يا حبايبي اشوفكم على خير ومع الف سلامه، مع السلامه.